السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم هذا الميكسور اللي خديته من بيم بثمن اللي هو جد مناسب، ولكن صراحه المقارنه مع الثمن ديالو راه يستاهل اكثر ومتعدد الاستعمالات البنات. هي الكرتونه ديالته وفيه 1000 واط. ركزوا لي على هذه، راه كاين قل منه كيقضي الغرض مزيان، يعني 1000 واط يعني راه سريع بزاف. ردوا البال صبيعاتكم وانتم كتخدموا به. من طفيوه حاولوا انكم تخليوه حتى يبرد مره حتى يبس مره عاد قربوا ليه وما تبغوا توصلوه. ردوا راه الجناوه ديالو كيكونوا ماضيين. هيا البنات شوفوا شنو فيه. كاين هاد الغراب هذا ديال العصير، وهنايا كنطحنوا مطيشه، البصله، الكفته مثلا، الكفته ديال الدجاج، ديال الغنمي، ديال اللدان، ديال الحوت. وهذا الطراب هذا باش كنطلعوا الكريمه ديالنا او كنضربوا البيض او كنصايبوا الكيكه ديالنا. وهذا هو الميكسور اللي كنخدموا به، هذه وهذه وهذه، هذا هو الاساس. انا غنوريه لكم. هذا البنات هو الميكسور. بنات كان نصيحه شخصيه انكم ما تطلعوش حتى لهنا. ما تبغوا تخدموا هذا هنا فاش كتطلعوا باش تشوفوا الدرجه باش تخدموا به، يعني ما تطلعوش بزاف باش تحافظوا عليه. ما ديروش الماكسيموم، ديروا غير هنايا راه قاضي الغرض. غير اللي كتحتاجوا بحال اللحم ولا الدجاج ولا الطحنوا اللي كتحتاجوا انكم تطلعوا، ولكن من الاحسن في الاوقات العاديه بصله مطيشه كالكفته يعني خليوه غير الوسط ولا هبطوا لتحت باش تحافظوا على المده ديالته. والبنات راه اينوكس، ما تخافوش انهم يصدي لكم. وهذه هي البنات اللي كان نستعملوها باش نخدموا الطراب. هذه هو الطراب ديالها، كنخشيوه هنايا حتى كنسمو ديك الطق صافي. كندورو هنايا حتى كتسمع حتى ديك الطق يعني انا باش كيبان راه صافي راه. كاين هذا هو باش كنطحنوا البنات العصير. وملي كنبغيو نخدموا البنات العصير راه كنحيدوا هذه ونمشيو الاتجاه ديال الساروت، ندورو هكا وصافي. هذه ديال العصير البنات، راه العصير البيض اي حاجه هكا دغيا كتطحن. ردوا البنات لهاد الشناوه راه تيكونوا ماضي، ردوا البال ليديكم كما قلت لكم. تكونوا مخدمينها ما خليوها حتى تسكت في خطره، يعني ما تقربوش ليها باش ما تقطعش لكم صبيعاتكم الله يستر. صافي هكا كتدخل البنات. بالنسبه للحام يعني مادام هي كطحن الكفته وكطحن اللحم كتردوا كفته، يعني ردوا البال ليديكم. هذه هي كنخشيوها هنايا تشوفوا. صافي كلشي البنات كيكون اينوكس، يعني ما تخافوش انهم يصديو ليكم. غير نتوما كيما نصيحه عاوتاني اخرى انكم فيما تستعملوها غسلوها ونشفوها. ما تخليوش عند سواء مولينيكس او هذه اي حاجه فيها المواس، غسلوها نشفوها حطوها باش المواس ما يحفاوش، حيت اي حاجه كتبقى في الماء كتحفى. واخا تكون معتكي واخا تكون مع شحال شاريها كتحفى لك مع الوقت. غسليها نشفيها حطيها بعيد باش ما تهرش لك، وفي نفس الوقت ما دير لكم. او حاجه اخرى ثاني من هما داير لكم هنايا الماكس، شفتي يعني الماكسيموم ما تفوتوش هاد البلاصه هذه. نتوما كطحنوا شي حاجه، يعني هاد البلاصه ما تفوتوش. وكل مره زيدوا شويه، كل مره زيدوا شويه. مثلا البصله ولا مطيشه ما تفوتوش هاد البلاصه هذه، طحنوا وعاوتاني زيدوا شويه. راه هذه دغيا كتسربيكم. راه داير لكم هنايا الماكسيموم. بالنسبه للثمن ديالها البنات خديتها ب5000 ريال من بيم، والاثمنه كتختلف من بلاصه لبلاصه. ولكم نتوما عارفين اي حاجه ديال بيم كتكون زوينه، كتكون يعني شحال كتاخدي شي حاجه اللي هي كاليتي. واخا الثمن ديالها راه رخيص ولكن راه زوينه، يعني شوف ما تحقروش الثمن المهم كما قلت لكم البنات حافظوا عليها، غسلوها نشفوها، ما تخليوهاش في الماء باش ما يحفوش لكم الماس.
واخا تسمعوا اي نقصه ديروا لا حاجه نشفوها وخليوها، وما تفوتوش البلاصه اللي قطعوكم فيها الماكس، ما تفوتوهاش البنات. وهذا الميكسور هذا ما تفوتوش، يعني اغلبيه ما غتحتاجوش انكم كل نهار غطحنوا الكفته، كل نهار غطحنوا الحوت، يعني اغلبيه غير البصله ومطيشه وكذا، يعني ما تفوتوش، خليوه الماكسيموم هنايا. تخرج عليا البنات بلايك والاشتراك في القناه، وتسنوني ان شاء الله في فيديو قادم مع شهوه اخرى او لا آلة جديده مختصه بالمطبخ.